أهلا بيكم في فيديو جديد من دمك خفيف. النهاردة هنفك شفرة كارت المبادرة اللي كل أم بتستلمه ومش بتكون فاهمة اللي مكتوب فيه. بالظبط يا دكتور. بيجيلنا كارت التحاليل مكتوب فيه أرقام ورموز كأنها خريطة كنز. فتعالوا نبدأ بأهم حاجة في الكارت، كلمة هيموجلوبين. دي اللي بتقول لنا الدم فيه أنيميا ولا لأ. يعني إيه بقى هيموجلوبين؟ ببساطة كده، الهيموجلوبين هو البروتين اللي شايل الأكسجين وبيدي الدم لونه الأحمر الجميل. لو نسبته قليلة، الجسم مش هيوصل له أكسجين كفاية، فهنبدأ نحس بتعب ودوخة ووش شاحب. يعني لو الرقم مكتوب 10 أو أقل كده عندنا أنيميا، صح؟ صح جدا، والطبيعي بيكون حوالي 12 إلى 16 للبنات و13 إلى 17 للولاد. بس خدي بالك يا ماما، لازم نشوف السبب مش الرقم بس. أيوة، لأن الأنيميا مش نوع واحد. في أنيميا نقص الحديد، ودي الأكتر عند البنات والأطفال. وفي أنيميا بسبب نقص الفيتامينات زي بي 12 أو الفوليك. علشان كده الكارت مش بيقف عند الهيموجلوبين، هتلاقي تحاليل تانية بتوضح أكتر الدكتور بيطلبها، زي الفيريتين أو مخزون الحديد وفيتامين بي 12. يعني كارت المبادرة مش مجرد ورقة، ده مفتاح نعرف منه صحة الدم. ولو لقيتي كلمة محتاج متابعة في الكارت، دي مش حاجة تخوف، بس معناها إن التحاليل محتاجة تتكرر أو الدكتور يتأكد إن الجسم أخد كفايته من الحديد أو الفيتامينات. يعني خلاصة الكلام، شوفي رقم الهيموجلوبين، قارني بالقيم الطبيعية واسألي الطبيب. وما تنسيش الأكل ليه دور مهم جدا. الكبدة، السبانخ، العدس، البنجر والعسل الأسود، كل دول أبطال في مقاومة الأنيميا. شاركونا كارت المبادرة في التعليقات، وما تنسوش تتابعونا عشان تشوفوا باقي الحلقات.